السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. صباحكم فل وياسمين، صباحكم معطر بذكر الله. فيديو جديد ويوم جديد، ويلا نبدأ يومنا بالصلاة على الرسول. النهارده معايا الفيديو حلو قوي، معانا النهارده حلو وحادق مسكر ومشطشط. يلا بينا كده ندخل الفيديو. عاملين حاجات حلوة خالص، حاجات تدفينا كده في الساقعة. وبدل ما نروح نشتري حاجات من السوبر ماركت، لا هنعملها كده واحنا قاعدين. بصي هتغنى عن اي حاجة تانية. يلا بينا كده نبدأ الفيديو. بس يا ريت بقى قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلك على طول. يلا بينا كده ندخل الفيديو ونشوف معانا ايه النهاردة. اول حاجة خالص بدأت بيها، الكلام ده كان من امبارح بالليل. جبت ربع كيلو حمص جامبو، اللي هو الكبير. قولي للعطار كده او قولي لبتاع السوبر ماركت كده، قولي له انا عايزه حمص جامبو الحبايه اللي هي الكبيره. وجبت كمان نص كيلو من القمح. القمح ده حبة كاملة مش قمح مجروش، في قمح مجروش وفي حبة كاملة. أنا جبت الحبة الكاملة، جبت نص كيلو من القمح الحبة الكاملة. جبتهم كده وغسلتهم، نقيت طبعا القمح لأن بصراحة بيبقى فيه حاجات مش حلوة خالص. جبتها كده ونقيته تنقية حلوة من امبارح بالليل، وبعد كده نقعته في المية، فضل طول الليل في المية. احنا كنا النهاردة الصبح. يلا بقى دلوقتي كده هصفيهم من المية اللي كانت عليهم، وهملى دلوقتي كده حلتين من المية. وهنزل القمح في حلة والحمص في حلة تانية، وهولع عليهم دلوقتي النار. حاجة بسيطة كده. بصي يا ستي، ابقي كتري المية شوية في الحلة علشان لما الحمص والغلة بتفضل تغلي كده، لانهم بياخدوا وقت شوية على النار، ما يقلوش قوي معاكي وترجعي تاني تزودي لهم مية. انتوا حطوا المية من الاول خالص، هيبقى احسن يعني بكتير. زودي عليهم المية شوية. وسبتهم دلوقتي كده على النار، زي ما قلت لك ان هم بياخدوا وقت زيادة شوية. كنا رحنا دلوقتي اتغدينا وشربنا الشاي وقعدنا كمان شوية. وبعد كده بقى جينا لقيت خلاص الحمص خلاص يعني لان شوية معايا، وكمان القمح كان خلاص برضو بدأ كده ان هو يلين شوية. هبدأ فيهم دلوقتي كده شغل على طول. معايا دلوقتي كده حبايتين من البصل، ومعايا حباية من الطماطم، وقرنين من الشطة المولعة نار. لو عايزة تستغنى عنهم خالص وتبقى تحط شطة من اللي هي البودر دي، تمام يبقى حطي، بس انا حطيت شطة من دي. تمام كده. يلا بينا دلوقتي بقى كده على الكبة، وهبدأ دلوقتي ان انا اخلطهم كده. حبتين من البصل، حباية من الطماطم، قرنين من الفلفل الشطة، زي ما انت شايفة كده. هديلهم دلوقتي كده فرمة، ويلا نروح بقى على البوتاجاز نشوف هنحطهم على ايه ولا نعمل بيهم ايه. ايوه كده. هنزل كده اللي طلع ده فوق لانه بيبقى كبير شوية، مش هينزل لتحت للكبة. هنزله كده علشان نفرمه فرمة حلوة. يلا بقى كده نروح على البوتاجاز ونجيب الحمص اللي معانا، ننزل عليه الحاجات اللي احنا خلطناها دي، وهنعمل له كمان حاجة كده دقة كده، حاجة تحفة كده غير اللي احنا حطيناها دي. نعمل له دقة تانية بقى. يلا معايا كده دلوقتي كوباية من المية، هنزل عليها شوية من البابريكا وشوية من الملح وشوية من الكزبرة الناشفة وشوية من الكمون. تمام كده. لو انت عايزة تحط شطة حطي، بس انا بقولك انا ما رضيتش احط شطة ناعمة، حطيت قرون من الشطة وسبت بقى الشطة التانية الناعمة ديت. لو انا حبيت احطها وانا خلاص رايحين ناكلها تمام هحط، ما احتجتش خلاص مش هحط. تمام كده. حطينا كده حبتين من الليمون، لو انت عايزه تحط خل حطي، بس انا ما حطيتش خل، انا استكفيت بالليمون بس. وهنزله دلوقتي كده على حمص الشام، وشوفي بقى الشكل وشوفي جماله بقى. كده خلاص يعتبر دلوقتي كده حمص الشام كده استوى معايا. هسيبه بقى على جنب لما يكمل سوا. نروح بقى دلوقتي للقمح بتاعنا. كل ما بيقعد على النار كل ما بيطلع ريم ابيض كده، بالمعلقه على طول بتشيليه. تمام. خليكي متابعاه كده، كل ما يطلع ريم ابيض شيليه. معايا دلوقتي بقى كده طاسه تانية، نزلت فيها كده معلقتين من السمنه. وكنت جايبه كنافه عندي في الفريزر. طبعا كانت متلجه. هفضل دلوقتي كده ان انا فتفت فيها. هاخد بس طبق صغير كده او كوبايه من الكنافه. وهبدأ دلوقتي ان انا افضل احمر فيها كده على طول. انا مش عايزاها تكون ذهبي، مش عايزاها تكون لونها فاتح. لا، افضلي قلبي فيها لحد ما تاخد لون، يكون اقسى عليها شوية في التحمير لحد ما تاخد لون اغمق شوية. حاجة بسيطة كده يعني. شوفي اللون اللي قدامك ده، انا مش عايزاها كده. افضلي حمري فيها شوية كده لما تحمريها وتدي لها لون جميل كده. تمام. زي ما انت شايفة كده. اهو هفضل احمر فيها لما ادي لها لون ايه، يكون محمر شوية كده. وبرضو معايا برضو القمح جنبي، كل ما يطلع ريم تطلعيه كده على طول بالمعلقة. ايوه كده حلو خالص.
كان معايا بقى دلوقتي كده هنظبط بقى السكر دلوقتي للقمح بتاعنا، وكمان معايا لتر ونص من اللبن اهو. هطلع برضو الريم ده كده، وهبدأ دلوقتي ان انا اظبط له السكر بقى. والسكر هنا بقى حسب الرغبة. شوفي بقى اذا كنت انت بتحبيه مسكر قوي، بتحبيه نص نص، بتحبيه مثلا عادي يا دوبك حاجة بسيطة كده. الناس اللي بيبقى غلط عليها السكريات ممكن تحط حاجة بسيطة وتاكليه كده اهو. هفضل ادوق فيه كده لحد اما اظبط له السكر واحط السكر بالطريقة المناسبة ليه. ايوه كده كان خلاص السكر بتاعه كده بقى مظبوط، ومش هحط له سكر تاني. معايا دلوقتي بقى كده لتر ونص من اللبن، هنزله كده على طول وهفضل اقلب فيه. وشوفي بقى الجمال، بصي جميل ازاي. يلا بقى نعمل له تركايه حاجه صغيره كده علشان نظبط القوام بتاعه. معايا هنا كوبايه من الميه، وهنزل عليه 4 معالق من النشا. لو انت عايزه تخلي معلقتين نشا ومعلقتين كريم شانتيه اللي انت عاوزاه زي ما انت عاوزه. بس بصراحه انا مش بحب كريم الشانتيه لا في البليله ولا في الرز بلبن. بحس ان بتاخده سكة تانية كده وطعم تاني، فانا عايزة احس باصل الحاجة باصلها وبطعمها. تمام كده. يلا بقى دلوقتي كان اللبن غلى معايا وكان دخل في الغليان كده. يلا ننزل بقى بالنشا كده اللي احنا ضربناه في المية، ونفضل نقلب بقى ونديله كمان 10 دقايق كده وهو على النار لما القوام يتظبط معاكي عشان تاكلي بليلة كريمية طعمها تحفة. عمرك ما هتلاقيها بره ولا هتعرفي تاكلها بره اصلا. يعني ده حاجة انت عاملاها كده على ايديكي ومظبطاها مكلفاها بمعنى اصح. بص الجمال. ولسه كمان هيتقل سنة صغيرة كده. خدت شوية كده في حاجة تانية، وهنزل عليهم دلوقتي بالكنافة اللي احنا محمرينها مع بعض. ما تعمليش كتير، يعني ما تعمليش كنافة كتير تحمريها وتقومي جايه حطها على الحلة كلها او على الكمية الكبيرة اللي عندك كلها. لان الكنافة اما بتحطيها بتقوم جايه بتشرب اللبن معاكي. وبصي يعني هي عايزة تتعمل تتاكل في ساعتها، خلاصة الكلام يعني. فانت ما تحطيش على الحله كلها عشان لو بات معاكي بليله لتاني يوم ولا حاجه ما تجمدش ببعضها، وتضطري بقى ان انت تحطي لبن تاني وتحطي او تحطي مثلا ميه تاني ولا كده. انت اعملي شويه على قد اللي انت هتاكليه. وهيفضل معاكي طبعا بليله برضو باللبن اللي هي الساده. هتفضل معاكي مثلا لتاني يوم لو انت عامله كميه ولا كده. طيب لو انا عايزه تاني يوم لو عجبتني طعمها قوي وخلاص بقى عايزه اعملها تاني، مش مشكلة خالص. بتجيبي البليلة اللي هي السادة اللي عندك اللي باتت تاني يوم، بتقومي جاية محمرة لها شوية برضو من الكنافة، وبتحطها عليها زي ما احنا عملنا كده بالظبط. وبتاكليها ألف هنا وشفا، وتسلم ايديكي وعينيكي قبل ما تعمليها كمان. وهو ده كده القوام المظبوط ليها. كانت حرفيا طعمها جبار. حاجة كده والله العظيم طعمها كان وهمة حرفيا. والاطباق الصغيرة دي بقى يلا نغرف فيها كده ايه. البليلة اللي هي السادة، بليلة باللبن ومعلقتين او 4 معالق من النشا بس فقط لا غير اهو. شفتي بقى الجمال ده. يلا بقى نبدأ كده على طول ايه نغرفها. وكده خلصنا البليلة باللبن، وخلصنا كمان البليلة اللي هي بالكنافة، وخلصنا كمان كده حمص الشام. ودوقي بقى احلى طعم واحلى ريحة اهو. بصي اهو. اضربي بقى كده سخن في حادق في مشطشط، وبعديها على طول كده لبن سخن برضو بالبليلة بحاجة مسكرة. ويلا بينا نروح على الدكتور بقى، الله المستعان. بتمنى طبعا ان الفيديو يكون عجبك، وبتمنى ان يكون كده الحاجات مبسطة وحاجات بسيطة ومش معقدين الدنيا ولا مكلفين نفسنا، وحاجات بسيطة كده وبس كده. ده كلته من نص كيلو قمح ومن ربع كيلو حمص. بس هات الحمص جنبه، ما تجيبش اللي هو صغير. وهات البليلة، هات القمح اللي هو الكبير. تمام. اللي هي الحبة الكاملة، ما تجيبش المجروش. بتمنى ان الفيديو يكون عجبك، والسلام عليكم.